اوعى تفتكر يا خلف ان مصر ساكته. اسرائيل عايزه تعمل مدينه انسانيه على حدود رفح، لكن مصر بقى قالت لها لو جربتوا من حدودنا لا هيبقى فيه كامب ولا ديفيد ولا حتى معسكر كشافه. وفد من عندهم كان لسه في القاهره، اول ما شم ريحه الكلام ده لم هدومه ومشي، عامل كده خلوفي زي اللي اتعزم على اكله سمك وطلع عنده حساسيه. وفي اخبار بقى جوه الكيان طالعه من المخابرات اما تقول لك ان في انفاج ما بين مصر والقطاع، وان في دعم ما يتحرك من تحت لتحت. واللي حصل الاسبوع اللي فات ده مش صدفه، صحي مره واحده لقوا اللحاف اتسحب من تحت رجليهم. المقاومه اشتغلت بقوه و9 عناصر من الجنود عندهم خرجوا خلاص بره الخدمه، ده غير المصابين. ده غير بقى ان في تحليلات جوه الكيان اما تقول لك ان مصر وخيران في بينهم طبخه، والطبخه سخنه جو مليانه بهارات، وانهم مجلجين كده وخايفين ان تحصل اشتباكات من ناحيتنا وناحيتهم على الجبهتين. ساعتها هيبقى كامب ديفيد خدها في كامبو. بس خلينا واضحين دي كلها تحليلات، لكن التصريحات الرسميه المؤكده ان المخابرات المصريه قالتها كعلني يا عبس انت وهو بحدودنا، ده تهديد لامننا القومي، ولو فضلتوا كانت عملوا بطريقتنا. ورفح دي مش ملعب تجارب يا حبيبي ولا مدينه ملاهي انسانيه، رفح دي خلوه في خط احمر زي البابيونه اللي عندك كده، واللي يجرب منها ما يلومش غير نفسه. واي حد يجي على مصر يستحمل زخف عمده مصر، شيروا له وابعتوا له.